السلام عليكم. واحد المجموعة ديال المغاربة والجزائريين اتفقوا على واحد المعطى، على أساس أن الإقالة ديال جبار مهنا كان السبب ديالها هو المغرب. واحد العدد فيهم قالوا بأن الفشل ديال المخابرات الجزائرية أمام المغرب، وفشل الدبلوماسية الجزائرية أمام المغرب، والتدخل ديال المخابرات الجزائرية في المغرب وخلق قلاقل في المغرب وافتضاح أمرها هو اللي خلى تبون يسخط على جبار مهنا ويقيلوه. يعني كلهم ردوها لهادي، إلا أن الحقيقة لا أظن أنا أنها هي هادي. ممكن هادي تكون دافع وعامل، وحتى هي عندها النسبة ديالها في يعني في هاد الطرد، حتى هي عندها واحد النسبة معينة، إلا أن ماشي هي الأساسية، ماشي هي المهمة. في نظري بحسب رأيي المتواضع أن تبون يرمم البيت الداخلي، وباش تبون يتحكم في الجهاز الرئاسي وفي الانتوراج اللي معاه وفي جهاز الدولة، يخصو يرمم البيت الداخلي. يعني خصو يحط الناس اللي يثيق فيهم واللي يتعامل واللي يقدر يشوف بأنهم أبط يخدموا معاه، والأكثرية اللي عنده فيهم ثقة. وأول الأجهزة اللي ممكن يتغير في أي دولة أي نظام كيتغير رئيس جديد، قليل فين النظام الجديد يقارضي رئيس المخابرات القديم. هذه قليلة. إن أي رئيس يجي خصو يدير رئيس مخابرات على مقاسه، لأن رئيس المخابرات يكون ملم بكل ما يدور في الداخل والخارج ديال الدولة. وهنا خطورته غتكون كبيرة إلا ما كانش موالي للرئيس. فخاص رئيس المخابرات يكون موالي للرئيس باش ما توقع حتى شي حاجة للرئيس. باش الرئيس يحمي راسو خص المخابرات تكون موالية ليه، تكون تخدم معاه ماشي ضده. وأن تبون في العهدة الأولى ما كانش هو اللي يتحكم في المخابرات. المخابرات كانت في يد العسكر، في يد شنقريحة، وهما اللي نوماو تما جبار منا، هما اللي حطوا ليه الأطر اللي كاينة، هما اللي جابوا ليه المستشارين، هما اللي رشحوا ليه الوزراء، هما اللي عطاو كل شيء. تبون كما جابوه وحطوه، جابوا ليه حتى الستاف ديالو اللي غيخدم معاه. ولكن هاد المرة تبون ماشي هو تبون العهدة الأولى. تبون العهدة الأولى كان متحكم فيه، وتبون العهدة الثانية سوف يتحرر من التحكم، سوف يتحرر من القبضة ديال العسكر. يعني ديك الشدة ديال العسكر تبون حيدها. باش حيدها تبون بذكاء خارق. حنا نقولوا بليد ولا ماشي بليد، ولكن هاد الفتوى نظن جات من فرنسا. تبون حيدها بالشرعية. تبون في العهدة الأولى كان رئيس لا شرعي، ما عندوش شرعية، والعسكر اللي كان عطيه الشرعية، والعسكر اللي كان يضمن له الشرعية والاستمرارية ديالو. وما كانش يمكن له يقول للعسكر لا. علاش؟ اللي ما عندوش الشرعية. وما عندوش الشرعية، الوقيته اللي بغاو يلصقوا له تهمة ولا يرميو ولا يديروا عليه انقلاب ولا في يدهم داكشي، ما يقدر حتى واحد يقول لهم لا. ولا سيما الشعب ما قابلوش. الشعب كيقول الشعب تبون مزور جابوه للعسكر. في الوقيته اللي بغاو يحطوه ولا يحيدوه ما غاديش يقول الشعب، ما غاديش يقول لا. علاش؟ ان الشعب ما صوتش عليه، وحيت ما صوتش عليه ما عندوش الشرعية.
والشرعية اللي عنده هي الشرعية العسكرية. هذه الانتخابات الجاية المغرب تبون أصر على أن تكون عنده الشرعية. فرنسا عطاتو الفتوى كي يدير الشرعية، خلى الانتخابات دازت ونجعوه بالشكل اللي بغاو بالطريقة العسكرية، وغادي يخرج لهم بقنبولة ما كانوش دايرين في حسابها، انه طعن حتى هو في الانتخابات. وهاد الطعن ديال تبون في الانتخابات ما كانش في خبر العسكر. فاش طعن حتى هو في الانتخابات مع المرشحين الاخرين، راه العسكر تفاجئوا، يعني لغى الترسيم ديالو من طرف العسكر، قال لهم انا ما نقبلش هاد نصبوني، انا ما نقبلهاش، وطعن. كيقول العسكر هنا بهاد الطعن ديالو هو في نتائج الانتخابات، كيقول العسكر لا بغيتكمش تنجحوني، حتى انا نطعن فيها ما نجحش، بغيتكمش تنجحوني. وهنا غادي الملف يتحط عند المحكمة الدستورية، والمحكمة الدستورية هي اللي غادي تنجحو. وعطاتو رقم ماشي هو الرقم اللي عطاه العسكر، عطاتو رقم كبار منه. وكي نجحاتو المحكمة الدستورية منحاتو الشرعية معها. تبون حاليا رئيس ماشي هو تبون ديال العهدة الأولى، تبون العهدة الثانية ماشي هو تبون ديال العهدة الأولى. الرئيس ديال العهدة الأولى ماشي هو الرئيس ديال العهدة الثانية. هنا عندنا تبون رئيس شرعي شرعنته المحكمة الدستورية. فالشد الشرعية من عند المحكمة الدستورية تخلص من القيود ديال العسكر، يعني هرس القيود ديال العسكر. اوتوماتيكمون خصو يسترجع الثقة في راسو، ويسترجع الثقة في جهاز الرئاسة، يرجع الثقة لجهاز الرئاسة، المؤسسة الرئاسية. باش يرجع الثقة للمؤسسة الرئاسية ويرجع ليها قوتها، يخصو يحيد كاع ديك القنابل اللي محطوطه له، وديك الدسائس اللي عنده، ودوك لي ميكرو اللي عنده محطوطين تما زارعينهم له، على راسهم رئيس المخابرات. اول ما يمكن له يحيد هو رئيس المخابرات، لان راس الحنش هو رئيس المخابرات. وهذا العمل اللي قام به تبون دخل في هذا الاطار نتاع انه يصفي البيت الداخلي، ما هو لا من اجل المغرب ولا من اجل اسبانيا ولا البرتقيز ولا والو، من اجل التصفيه ديال البيت الداخلي. وغادي يتبعها واحد العدد ديال الاقالات وديال التصفيات باش يرمم البيت الداخلي. وغادي نشوفوا تبون اخر، ماشي هو تبون الاول، غنشوفوا تبون الثاني، تبون اليوم ماشي هو تبون الامس. تبون اليوم غادي يكون مغاير على تبون الامس، ونحن يقين بان تبون هذه هي الخطوات ديالو، وهذا هو المنهج اللي غادي بيه، انه يصفي البيت الداخلي، عاد يبدا ينصب راسو رئيس، يعني يحط راسو في موقعه. وإحنا غاديين نتفرجوا ونراقبوا وغادي تشوفوا. يلا السلام عليكم والله المعان.